وزيره القوى العامله امبارح قالت انها هتسحب ترخيص العمل بتاعها، وطالبت وزاره الداخليه بترحيلها، وانا قلت ان انا لازم يعني ازق ورا وزاره الداخليه لحد ما يرحلوها. طلع النهارده صافيناز بتقول ان انا مش هترحل لان انا اتعلقت بشعب مصر قوي. هي من جهه اتعلقت فهي اتعلقت، بس يا ستي معلش يعني روحي ارمينيا وببعت لنا جوابات مسجات، خلينا على موبايلات، اعملي اللي انت عاوزاه بس من بلدكم. لكن كفايه تعليق في مصر لو سمحتي، او تعلق بمصر. وبعدين سمعت مرتضى منصور امبارح، زملائي اللي قالوا لي، انا كنت على الهوا، ان هو طلع بعد ما كان معايا على المداخله، طلع مع زميلي معتز الدمرداش في برنامجه وكان بيتكلم عن الموضوع، فقال انتوا ليه مزودين قوي على صافيناز وبتاع، ما في غيرها مش عارف ايه. صحيح في غيرها، بس يعني ايه سر الدفاع عن صافي يا استاذ مرتضى؟ بس دي كده تمثيل صغير.